تحضيرات رمضان أساس العصائر بامتياز. هانا يا لالا، وفري عليك الوقت والمجهود وتكيسي حتى على الجيب. 4 مركزات خضار وفواكه، هادو هما اللي ينفعوك ويسلكوك الشهر كامل، واحتفظي بهم أكثر مدة ونفس الطعم ونفس اللون. اول مركز عندي هنا كيلو ديال الباربه، غسلته مزيان وقشرته وغادي نقطعو مربعات. كيلو ديال الباربه تقدروا تستعملوا اكثر او اقل اللي بغيتو، بالاحسن استغلوا الفرصه وديروا اكثر. عندي 350 غرام ديال سنيده مع نص لتر ديال الماء. 350 غرام مع كيلو ديال الباربه ونص لتر ديال الماء، غادي نحطو فوق النار حتى كيطيب، تكون عافيه مهيله، خلوها حتى كطيب على خاطرها. غادي ندوزو نحضروا مركز ثاني، مركز ديال الجزر او خيزو. هنا نقيته حتى هو وقطعته مربعات، وغادي ندير معاه حتى هو 350 غرام ديال سنيده ونص لتر ديال الماء. بالنسبه هنا المركز ديال الموز او البنان، عندي كيلو ديال البنان، غادي نعصر واحد الحامضه وغادي نحاول هكا نفند في داك البنان باش ما يكحاش ليا البنان، يبقى في اللون ديالو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل، وغادي ندير معاه 250 غرام ديال سنيده. ما نكثروش السنيده حيت الموز او البنان تيكون حلو. غادي نحرك هكا المكونات ونخليوه حتى كيذوب لينا السكر، وغادي ندوزو نحضروا مركز ديال الحامض. عندي هنا كيلو ديال الحامض، حتى هو غسلته مزيان ونشفته. غادي نحاول نحك غير الجلده الصفراء او القشره الصفراء كما كتشوفوا، ما كنوصلوش للجلده البيضاء كما كتشوفوا، كنحك غير ديك الصفراء. هانتوما شوفوا معايا، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنحك هذا الحامض ديالي كامل كما كتشوفوا. من بعد ما حكيت الليمون ديال الحامض كما كتشوفوا، غادي ندير معاه 400 غرام ديال سنيده. كنحاول نفند هاد القشور ديال الحامض مع سنيده مزيان، كنرملهم كما كتشوفوا. صافي غندوز هنا باش نعصر الحامض ديالي، واللي عصرتها كنخويها فوق ديك السنيده والقشور ديال الحامض. كنحاول هكا نستمر بنفس الطريقه، وكنصفي، ضروري نصفيو دوك الجليدات اللي كيهبطوا ديال العصير والعظيمات. هنا من بعد ما صفيتو كنبقى نحرك هكا، كل مره كنبقى نحرك حتى كيذوب ليا السكر. هنا من بعد ما طارت ليا الباربه، نتوما شوفوا معايا، راه ما بقاش معاها الماء بزاف، كنطحن بداك الماء اللي فيها، ما كنصفيش، كنخلي الماء شويه معاها كما كتشوفوا. كنطحنها مزيان بالميكسور، ضروري طحنوا كلشي بالميكسور باش يبقى محافظ على اللون ديالو. كنجيب هنا سوبيرات، ها نتوما كنحصل على واحد الخليط كيكون كريمي، كنجيب سوبيرات وكنعمر فيهم المركز ديالي. غادي ندوزو نحطو هذا على جانب وندوزو نطحنو حتى الجزر. هنا هادشي راه تبرد عاد باش بديت كنطحن فيه، ما كنطحنوش وهو مازال سخون، حتى الجزر حتى هو طاب وبقى فيه شويه ديال الماء، ولا ما بقاش لكم الماء فيهم بزاف زيدوا معاه شويه ديال الماء. هنا من بعد ما طحنت الجزر حتى هو غادي نديرو في السويبيره وغادي نحطو على جانب. بالنسبه هنا الموز او البنان بقيت كنحرك فيه، راه ما خليتوش كامل حتى شي ساعه ونص، ما كاملاش، كنبقى نحرك حتى كيذوب السنيده. هنا من بعد ما طحنته حتى هو غير بالميكسور كما كتشوفوا، غادي نخوي حتى هو في السوبيره وغادي ندوز حتى هو نحطو على جنب، وندوز باش نحضروا ديال الحامض. الحامض حتى هو بقيت كنحرك فيه، ما خليته لا ليله لا نهار كامل لا والو، بقيت كنحرك فيه حتى دابت السنيده بقات غير واحد شويه. غادي نجيب هنا الميكسور وغادي نحاول نطحن غير واحد الطحنه خفيفه، وغادي نحاول نصفيه نيشان في السوبيره باش نحيدو دوك القشور ديال الحامض كما كتشوفوا. نصفيهم باش نحيدو القشور، وكيكون هذا هو الشكل النهائي. من بعد ما طحنت كلشي وقاديتو درتهم في السويبيرات، غادي نديروهم دابا في الثلاجه في الفريغو حتى كيتلجوا. بالنسبه للقشور حتى هما ما كنرميهمش، تنخليهم واحد السويبيره ونقادو به حرشه ولا كيكه، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المركزات ديالنا. ساهلين اقتصاديين، نستغلوا الوقت ونقادو هاد المركزات قبل ما يغلى لينا كلشي. كنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه.